وفاء عامر، زميلة. على فكرة وفاء عامر أنا ما أعرفهاش خالص قبل كده، ما حصليش إن أنا مثلت معاها قبل التصوير وهي جاية. كلمتك ليه؟ كلمتني علشان تقولي إن في واحدة اسمها أمنية بتبيع ملابس مستوردة، لو أنا حابة إن أنا أشتري منها علشان الفوازير. المهم فقلت لها إن أنا مسافرة إيطاليا بعد يومين وما أعتقدش إن أنا محتاجة هدوم. فقالت لي طيب اوكي، على العموم انا هنتظرك لحد ما تيجي من ايطاليا ونشوف. قلت لها ان شاء الله باذن الله، وقفلنا المكالمه على كده. بعد شهر ونص من المكالمه وبعد ما سافرت ورجعت، اللحظه اللي لقيت واحده بتكلمني في التليفون بتقول لي الو مساء الخير. قلت لها مساء النور، انا امنيه. قلت لها امنيه مين؟ قالت لي امنيه من طرف وفاء عامر. قلت لها خير. قالت لي انا بتاعت الملابس، عندي ملابس مستورده تنفعك للفوازير. المهم وصفت لي البيت وفضلت على التليفون معاها لحد ما وصلت لحد البيت، انا والسواق واللبيسه بتاعتي. وقالت لي انا في الدور الخامس، وقفلت التليفون وركننا العربيه وطلعنا. قبل ما تقوم اساسا عشان توريني الهدوم، حتى كوبايات العصير ما نقص منها بق يعني، لقيت الباب بيخبط وكم من الناس هائل جدا داخل، كتير جدا. قلت في ايه؟ فواحد بيقول لي ازاي يوسف يا مدام حنان؟ قلت له كويس الحمد لله، يوسف ده ابني. فهمتي بعدها انه اول ما قال لي انا مباحث اداب الجيزه، حطيت ايدي على التليفون وبطلب خالد ان انا في ايه يعني. لقيت واحد بيشد مني التليفون. اولا كنت مستغربه جدا، ازاي انا اتهم في اتهام زي ده بدون اي حاجه.